مساء الخير أيها الأخوة المواطنون، إزيكم عاملين إيه؟ طبعا الناس المهتمة بالشأن الكروي متابعة الأحداث اللي بتحصل وعواقب أو تبعات الأزمة بتاعت ماتش الأهلي والزمالك الأخيرة وانسحاب الأهلي والكلام الجميل ده. ولكن أنا لفت نظري إن كل طرف في الخناقة دي متمسك إنه يكمل الخناقة بغض النظر عن إيه اللي هيحصل بعد كده. مش مهم، المهم اللي أنا بان جامد وكأننا بنتخانق في غرزة، ومحدش بيبص على المصلحه العامه، سواء كان الاهلي ولا سواء كان الزمالك ولا سواء كان بيراميدز ولا سواء كان اتحاد الكوره اللي هو السبب الاساسي في الازمه دي كلها. يعني ضعف اتحاد الكوره وعدم المصداقيه وعدم الصراحه هو سبب الاساسي في المشكله اللي فيها الكره المصريه عموما والمشكله الاخيره دي. السؤال: ماذا لو فضل العناد ده مستمر؟ كل الناس اللي بتتخانق دي، يعني سواء كان الزمالك ولا سواء كان الاهلي ولا سواء كان اتحاد الكوره، كل واحد لوحده كده لو استمر في الخناقه ايه اللي هيحصل؟ نفترض ان الاهلي استمر في الخناقه وكمل لحد نهايه المعركه، فده هيسبب الاتي: اولا الاهلي كده كده خرج بره منافسه الدوري لانه خسر 6 بونت اذا طبقت عليه اللوائح. يعني الموضوع لو مشى طبيعي فالاهلي هيتخصم منه 6 بونت. ثانيا اذا كمل فالمفروض ينزل درجه رابعه، يعني اذا اتسحب من ماتش بيراميدز المفروض الاهلي ينزل درجه رابعه. طيب هل الاهلي يتحمل ان مش بس يخسر بطوله، ده ينزل لحد الدرجه الرابعه ويخرج من منافسه كره القدم ويطلع بره الليله عشان موقف عابر او موقف يعني تافه؟ معلش، يعني الموضوع مش موضوع حكام، لان مش مقتنع الموضوع موضوع حكام، بس تبعات الموقف هل الاهلي دارسها كويس؟ يعني هل اخر الخناقه دي الاهلي عارفه؟ يعني هل الاهلي معاه اسانيد قويه تسمح له باستمراره في العين لدرجه ان انا هكمل المعركه دي ايا كان الثمن؟ انا كاهلي وانا راجل اهلاوي أهو، عندي استطاعه ان انا اخد القرارات دي واخش الخناقه دي، وعندي الامان الكامل والثقه الكامله ان انا مش هطلع منها متعور، وان انا مش هيتخصم مني نقاط، وان انا مش هنزل درجات، ولا انا مش هيحصل لي اي حاجه وهعمل اللي انا عاوزه. الاهلي قرر في اجتماعه الصبح، الاهلي ما قررش انه ينسحب من ماتش الزمالك، الاهلي قرر ان انا هرش ميه، يلا احنا هنلم الفراشه وهنلم الكهارب والليله ده هنخلصها، ما عادش في دوري. ما قررش انه ينسحب من ماتش الزمالك، هو قرر لا اما تلعب ماتش الزمالك زي ما انا عاوز، لا اما انا ما عادش فيه كوره، احنا نلغي الكوره السنه دي. تمام، ده بالنسبه للاهلي. الجهه التانيه بقى بالنسبه لاتحاد الكوره، هل اتحاد الكوره بما عليه هو عليه كتير وملوش حاجه، هل اتحاد الكوره يقدر يدخل الخناقه دي ويطلع سليم؟ يعني يقدر يدخل الخناقه دي اتحاد الكوره اللي قال لي انا مش هقدر اكمل اجيب حكام اجانب وجاب حكام اجانب في ساعه، اتحاد الكوره اللي عمل قرعه مشبوهه بالليل في الفجر واعلن انها تاني يوم الصبح، اتحاد الكوره اللي عليه مليون علامه استفهام، هل الاتحاد ده يقدر يكمل في خناقه مع اكبر مؤسسه رياضيه في مصر وفي الوطن العربي للاخر ويتحمل تبعات الخناقه دي وينزل وياخد قرارات انه يخصم الاهلي 6 بونت وياخد قرار بعد كده انه ينزل الاهلي درجه رابعه ويقدر يكمل في المعركه دي؟ ده سؤال تاني. ده بالنسبه لاتحاد الكوره والرابطه. الرابطه، هل الرابطه دي اصلا قانونيه؟ وجودها قانوني؟ الرابطه دي شغلتها ايه؟ مين اللي انتخب الرابطه دي اذا كان كله مش راضي عنها؟ مين اللي انتخبها؟ المفروض ان هي رابطه الانديه المحترفه. مين اللي انتخبها اذا كانش عاجبك كل؟ اذا مين اللي انتخب رابطه الجرجير دي؟ مين اللي ربطها؟ يعني الكابتن احمد دياب ده واعضاء الرابطه مين اللي انتخبهم وجايين يعملوا ايه وشغلتهم ايه اصلا؟ ولا هي مكمله ولا لا؟ ولا هي سبب في المشكله ولا لا؟ وايه دورها؟ لما كلمت اتحاد الكره وقالت حكام اجانب، هو اتحاد الكره ما سمعش كده؟ ما عبرهاش ليه؟ اسئله كتيره لكل الجهات. نادي الزمالك نفسه بقى اللي مصر انه ما يعيدش الماتش واصر
ان الماتش ده اتلعب بحكام مصريين. مصداقيتك فين؟ دايما بتقول ان الحكام المصريين كانوا بيتحاملوا ضدك، وان وان الدوري ده موجه لمصلحه الاهلي، وان الحكام بيظلموك. ليه وافقت تلعب الماتش بحكام مصريين واصريت؟ مش بس وافقت، ده انت اصريت اللي انت هتلعب الماتش ده بالحكام اللي اعلنوا اتحاد الكوره، ومش تاجلوا ساعه. في نفس الوقت اللي انت قبلها ب3 ايام كان كابتن ميدو المتحدث الرسمي الاقليمي العالمي باسم مجلس اداره نادي الزمالك وكوره في نادي الزمالك، اللي هو انا مش عارف هو شغال إيه في نادي الزمالك عموما، بس برضه هم احرار. قبلها ب3 4 ايام عامل مؤتمر صحفي كامل يتكلم فيه عن ان الدوري موجه، وان الحكام بيظلموا الزمالك، واستشهد بمقوله جابها من الكابتن الجوهري. انا مش عارف هو جابها من انهي فيلم وثائقي. الكابتن الجوهري قال اعطوني العداله واتركوا الباقي يتنافسوا على المركز الثاني. انا مش عارف هو جاب الكلمه دي منين. دورت على اصل الكلام ده لقيته كلام مرسل مكتوب في جرايد. يعني هتحدى ان واحد يجيب لي فيديو واحد للكابتن الجوهري قال كده، او تصريح رسمي واحد للكابتن الجوهري قال كده. هو كله كلام مرسل، واحد جابه نقله عن واحد نقله عن واحد، كلام ملوش ما علينا يعني. مش ده موضوع. الموضوع اللي انت عامل مؤتمر صحفي كامل تتكلم فيه عن العداله وعن التحيز، وان الدوري وان الحكام المصريين بيظلموك، وان الحكام المصريين بيتجنوا عليك، وان انت عندك مشكله مع الحكام المصريين. بعدها على طول تصر تلعب ماتش مع حكام مصريين. فين مصداقيتك بقى؟ انت كده كذاب، انت كده بتشتغلنا، انت كده بتضحك علينا، او بتضحك على جمهورك. انت كده مش تتكلم. ده حاجه. تاني حاجه، اذا انت وكمان اصريت على الاهلي يتعاقب، نفترض ان الاهلي اتعاقب، انت هتنافس مين؟ هل انت الزمالك نفسه او الاهلي يقدر يدفع ثمن عدم وجود الزمالك او عدم وجود الاهلي؟ يعني لو الاهلي مشي، يعني لو الاهلي كمل وهم قرروا، طبعا ده فرض جدلي مستحيل الحدوث، غير منطقي، غير منطقي خالص، بس وارد بنسبة ربع في المية. فنفترض ان انت تعشمت اللي انت هتخلص على الاهلي، اللي انت هتكمل في الخناقه دي على اساس ان انا ممكن انزل الاهلي درجه رابعه. طب نفترض الاهلي كمل وانت نزلته درجه رابعه، فين الكوره بقى في مصر؟ اول واحد هيتضر من هبوط الاهلي او اي ضرر كبير يحصل الاهلي هو الزمالك. لان فين كده خلاص انتهت الكوره. ما هي الكوره اهلي ثم زمالك، او زمالك بالنسبه للزمالك ثم اهلي. فاذا نص الكوره او تلتين الكوره ما عادش موجود، انت هتعمل ايه بقى في حياتك؟ يعني مين اللي هيبقى عامل عليك مؤامره؟ والدوله هتبقى بتجامل مين؟ النادي الدوله ده هيبقى مين؟ مين اللي هياخد مكان الاهلي يعني في حياتك؟ يعني انت المفروض ان انت يبقى ليك، انت ليك خصم وانت ليك منافس. لما المنافس ده يروح، انت هتنافس مين؟ طبعا ده فرض جدلي، بس انا بتكلم ان انت بتتمشى في خناقه انت مش عارف اخرها ايه. فانا بجيب لك اخرها اللي انت عاوزه. انا بجيب لك الاخر اللي انت عاوزه، يعني بوصل معاك لاخر الخناقه بالنتيجه اللي انت عاوزها. يا عم هو الاهلي تحقق لك اللي انت عاوزه، والاهلي ما كملش ماتش بيراميدز. فالاهلي طلع قرار من اتحاد الكوره ان النادي ده اللي انسحب من مسابقه الدوري هيتخصم، هينزل درجه رابعه. ده مش قرار بنزول اي درجه رابعه، يعني دي شهاده وفاه الكوره في مصر بتطلع. يعني عدم وجود الاهلي وعدم وجود الكوره، يعني خلاص الكوره انتهت. خلينا نبقى منطقيين. تخيل كده انت راجل اهلاوي، لو انت الصبح صحيت اقول لك ما عادش في زمالك، او الزملكاوي الصحه لا ما عادش في اهلي، اذا ما عادش في كوره. فكله داخل خناقه، ونهايتها ان كله هيتعور. كل اللي في الخناقه دي هيطلع متعور، ومش متعور جرح سطحي، ده كله هيطلع معاها مستديم. الكره المصريه لموضوع اتفه من التفاهه داخله خناقه كفيله انها تقضي عليها. شوف الموضوع تافه جدا، مجرد ان ماتش ما جالوش حكام اجانب. انا مش قادر اقتنع ان الاهلي عمل الخناقه دي كلها عشان ماتش الزمالك ما جالوش حكام اجانب. مش منطقي، في حلقه مفقوده.
ومش تبقى مفقودة كتير، هم يطلعوها قريب. ولكن وانت بتتخانق، يعني لما تيجي تخش خناقه مش تبقى عارف اخر الخناقه دي ايه، سواء كسبت ولا سواء خسرت. ده انت كده كده مش تكسب. مفيش حد هيطلع كسبان من الخناقه دي. كله هيطلع متعور، كله هيطلع بعاهه مستديمه. كلنا عارفين فساد اتحاد الكرة من قديم الازل، ومش هنستخدم كلمه فساد، ولا هنتكلم على فشل اتحاد الكرة من قديم الازل. ولكن نفس الشخص ونفس الاشكال هي اللي بتمسك اتحاد الكرة، بيغيروا بس البدله. هو نفس الشخص في الحقيقة، إن اللي ماسك الكورة في مصر هما تلاتة أربعة، ما بيتغيروش. ونفس المشاكل نتيجة ضعف الناس المسؤولة عن الكورة في مصر، وإن هم مكسور عينهم، بنوصل للمرحلة اللي إحنا فيها دي. من وجهة نظر الراجل اللي ملوش لازمة اللي بيتكلم ده، اللي انتوا رايحين فين؟ الخناقة ديت آخرها إيه؟ يعني آخر حاجة هتوصل لها إيه؟ يعني لو الأهلي كسب، يعني هنفترض بقى إن الأهلي كسب المعركة وعاد ماتش الزمالك، والزمالك وافق إنه يلعب الماتش مثلا، يعني ده هيخلي الناس تقول ان النادي الاهلي ده فعلا نادي الدوله، واللي هو عايزه بيعمله وماشي بالعافيه. طيب لو الاهلي خسر واتخصم منه 6 بونت ورجع، ده هتبقى يعني نهايه مجلس اداره النادي الاهلي، نهايه المجلس. طب لو الزمالك كسب والاهلي فعلا اتخصم منه 6 بونت، وبعد كده اعلنوا ان الاهلي نزل درجه تانية او درجه رابعه، الزمالك يستفيد ايه لما ما يلاقيش لما الكره تنتهي في البلد؟ هينافس بيراميدز؟ الكره هتنتهي. ده فرض جدلي مستحيل الحدوث على فكره. مفيش حد يقدر في البلد دي ياخد قرار ان الاهلي ينزل درجه رابعه ولا درجه تانية، ولا في الكلام ده يحصل. بس احنا بنتكلم مثلا يعني. طيب حتى لو الزمالك كسب والاهلي اتوقع عليه عقوبات، طيب النظريه بتاعتك راحت فين؟ نظريه المؤامره اللي انت عايش عليها طول عمرك. اكتر واحد هينضر هو الزمالك، لانه اولا مش عندوش امكانيات انه ياخد الدوري، فهو كده كده مش هياخد الدوري. ثانيا، ان لو الاهلي توقعت عليه عقوبات او تراجع وكمل الدوري بوضعه واتخصم منه 6 بونت وكمل الدوري، وانت خدت ال 3 بونت وما خدتش الدوري بحكام مصريين، والاهلي اذا انت كنت بتكذب، لان انت وافقت ان تلاقي الماتش بحكام مصريين واصريت، ولا اتخصم منه النقاط لانه ما وافقش. اذا انت كل كلامك قبل كده كذب. اذا النظريه اللي انت بتقول عليها دي نظريه من وحي خيالك. اذا اساس مهم لتشجيع نادي الزمالك انتهى. يعني كل اللي انت بتصدره على مدار سنوات انت مش موجود اصلا غير في خيالك. واثبتت الايام اللي ان انت كنت بتكذب. كل الاطراف هتطلع متبشلقه، متشوهه. الموضوع ده كاشف للي حصل في الكرة في مصر كلها، للي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل. الموضوع ده كاشف للكرة، لكل الاطراف اللي في الكرة. الموضوع ده فضيحة بكل المقاييس. كل الناس هتطلع متعورة، كل الناس هتطلع بعاهات مستديمة. الكسبان والخسران هيطلع متعور. وانا على قد دماغي الضيقه مش لاقي لها مخرج. يعني اتحدى اي بني ادم عاقل بيتكلم بعقل، مش طبعا مشجع متعصب وبيطلع العقل من الموضوع وبيتخانق. ده انا بتكلم بواحد بيتكلم بعقل، يشوف لها مخرج. يعني يقعد معاهم كده، يقعد مع الاهلي والزمالك واتحاد الكوره ويلاقي لها مخرج. طب احنا نطلع من الازمه دي ازاي؟ اذا رضى الزمالك الاهلي هيزعل، واذا رضى الاهلي الزمالك وبيراميدز هيزعلوا، واذا رضى بيراميدز الاهلي هيزعل والزمالك هينبسط كده يعني. فهي مفيش حل. ايه الحل؟ ايه المرضي لكل الاطراف؟ الله اعلم. ايه الحل اللي ممكن تخرج بيه كل الاطراف بتوع الخناقه دي مبسوطين؟ مفيش. هو في حل واحد، ان هم الصبح يعلنوا ان اتحاد الكره هيتحل والرابطه هتتحل. يعني يعلنوا اعاده هيكله للكره في مصر.
بس تعرف حتى الحل ده يعني ممكن عشان كبرياء الاهلي نتيجه الاخطاء اللي حصلت في اتحاد الكوره يقدم استقالته هو والرابطه، انه يرجع يرضى يكمل الدوري ويتخصم منه نقاط. غير كده الاهلي مش هيرضى، وبرضه الزمالك هيرضى لانه يستفيد، وبيراميدز مش هيقدر يعترض لانه يستفيد. بس تعرف مين اللي هيعترض؟ الاتحاد الدولي هيوقف النشاط في البلد، لان ده تدخل حكومي، لان محدش هيحل اتحاد كوره الا الوزاره، فده تدخل حكومي، فكده النشاط هيوقف. يعني إيه مقفله زي الضمنه؟ مين اللي هيقدر يحل المعضله دي؟ مين اللي ده عايزه نيوتن، اسحاق نيوتن يقعد يشوف لهم حل للخناقه اللي هم عملوها دي، يفك بينهم، يفك الشفره دي. ومش عارف ليه الموضوع كله ما يستاهلش. يعني انا كنت اقول لي، يعني انا كراجل اهلاوي كان نفسي اقابل كابتن خطيب مثلا، اقول له كنت سيبها في حاجه تستاهل. قال لما خبوا خطاب الاتحاد الافريقي دي حاجه تستاهل، ما عملناش كده. فالموضوع ما حجم المشكله مش مناسب ابدا لحجم ما بعد تبعات المشكله. احنا يعني الجنازه حره والماء يتكلم، معلش يعني اسف. انت معاك 44 خد، يعني لو بيراميدز خد الدوري ايه اللي هيحصل في الدنيا؟ ولا اي حاجه هتحصل. يا ريت دوري عدل، يعني يا ريته حتى دوري مو دوري، لا ده احنا عاملين دوري كده يعني عشان يبقى عندنا دوري على ما نحل القصه. ده شكل دوري كده. يعني الدوري السنه دي مفيش دوري كده في العداء، من يعني من الوكسه اللي احنا فيها هينزلوا فرقتين ويطلعوا ثلاثه السنه الجايه. يعني الدوري السنه الجايه رقم فردي، انا عمري في حياتي ما شفت دوري في العالم رقم فردي. انا مش عارف مين الجهبذ العبقري اللي قرر ينزل فرقتين ويطلع ثلاثه. الدوري كده رقم فردي هتعملها ازاي؟ انا مش فاهم. مش فاهم احد، ده كوره ما حدش فاهمها. فانت حضرتك، انا نفسي حد يقول لي ازاي يخرج الاهلي والزمالك واتحاد الكوره وبيراميدز من بعيد كده، لو قعدوا مع بعض ازاي يقدروا يحلوا المشكله دي بالتراضي بدون خسائر. استحاله. الايام بس هي اللي هتعرفنا ايه الحل. وكاننا بنناقش قضيه غزه، ده في النهايه الكوره. شفت الكوره في مصر وصلت لفين؟ بنتكلم عليها ولا كأنها قضية، يعني ده حاملنا من قصة تافهة، قضية يعجز أمامها العلماء. يعني أنت اقعد فكر كده مع نفسك إزاي تحل المشكلة دي. هي ملهاش إلا الحل بتاع اتحاد الكورة، بس حتى الحل ده هيوقف النشاط في البلد. نفسي الموضوع يتحل ونطلع منه بأقل خسائر، محدش يبقى زعلان، كله يبقى مرضي، بس أعتقد صعب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وليكوا زي الفل.